التي نفذتها أمانة منطقة الرياض، حيث دشن سمو أنفاق بطريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول عند تقاطعه مع كل من طريق الأمير محمد بن عبد العزيز وشارع موسى بن نصير، والبالغ طوله 3350 مترا، ومشروع تطوير وتحسين شارع الملك سعود ونفقي طريق الملك سعود المتقاطعين مع طريق الملك خالد وطريق الناصرية، ومشروع تطوير وتحسين طريق الصحابة الذي يمتد من طريق الثمامة شمال شرق المدينة باتجاه الجنوب حتى تقاطعه مع طريق الملك عبد الله، بالإضافة إلى مشروع تحسين وتطوير الشريط التجاري في المنطقة الواقعة بين طريقي الملك فهد غربا وشارع العليا شرقا وطريق الملك سلمان شمالا والدائري الشمالي جنوبا، الذي تضمن ممرات ومواقف سيارات وأعمال إنارة وسفلتة وشبكة للري وتشجير وحدائق. إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله، وإلى سمو ولي عهده وإلى سمو ولي العهد على هذه الإنجازات المتتالية، لأننا والله الحمد بدأنا في موسم الحصاد الآن، وها هي مشاريع رائعة بدأت تظهر للوجود وبدأت تقدم خدماتها لأبناء الرياض الأعزاء. فحقيقة هذا المشروع أنا أعتبره مشروع ليس بالسهل، مشروع جميل يعتبر أيضا أنفاقه ومساراته لوحة فنية يجب الحقيقة أننا نعتني فيها وأن لا نسيء لها بأي شكل من الأشكال، ونحترم السير والمسارات المحددة حتى يكون مشروعنا قائما ومستمرا على ضوء ما خطط له. هذه البلاد والله الحمد أنعم الله علينا بأشياء كثيرة، فنحن الآن نجني هذه المعطيات بشكل واضح، وبلا شك هناك جهود مقدرة لزملاء لي سواء معالي وزير الشؤون البلدية والقروية أو الزملاء في الهيئة العليا لتطوير الرياض أو في أمانة منطقة الرياض، وكذلك الزملاء في وزارة النقل وإدارة الطرق في الرياض، لها شكر خاص أيضا مع الجميع. فحقيقة هذه المعطيات يجب أن نقدرها حق قدرها وأن لا نسيء لها. كذلك هذا المسار يعتبر لهذا الشارع وهذا الطريق مقدر لأنه يعتبر موازي لطريق الملك فهد، وينقل حركة كبيرة جدا يكون مساند لهذا الشريان المهم، وهذه المسارات الرائعة ستؤدي خدمتها للمواطنين إن شاء الله وسيلمسون الفائدة بشكل جيد، وأشكرهم على تحملهم صبر لهذه التقاطعات التي عمل والتحويلات لإنجاز المشروع. أنا قلت قبل سنتين تقريبا ليتحملون قليلا، وهاي والله الحمد النتائج بدأت تظهر، وهناك مشاريع قادمة جدا في هذا المجال.